يا هاني قوم الحق مش لاقية حمادة، أنا كنت مراوغة وخايفة من البيت ده، حمادة اختفى من البيت قوم. خير يا هاني في إيه اللي حصل؟ مشكلة كبيرة يا أميرة. انت طبعا عارفة ان عقد الإيجار بتاع البيت اللي احنا فيه ده خلاص انتهى. رحت للمالك عشان أجدد معاه العقد، رفض يجدد معايا وقال ان هو محتاج السكن ضروري واني لازم أخليه فورا. مش عارف أعمل ايه. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ إزاي؟ مش هينفع، إحنا عايشين في المكان ده بقالنا سنين واتعودنا عليه، وبعدين مش هيجدد هنروح فين يعني؟ صعب إن إحنا نلاقي أي مكان إيجار دلوقتي، والإيجارات بره بقت غالية. كويس إنِّك عارفة حاجة زي كده يا حبيبتي، سهّلتِ عليَّ المهمة. ما كنتش عارف أفتح معاكِ الموضوع إزاي، بس طالما أنتِ عارفة إن الإيجارات برّه بقت غالية وأنا مش معايا فلوس كمان آخُد تمليك، فلقيت إن مش قدّامي أي حل غير إني أرجع بيت بابا القديم، البيت اللي على طريق المزرعة. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ البيت ده مهجور بقاله سنين وغير مؤهل تماما إن حد يعيش فيه، إذا كنت أنا أول ما اتجوزتك رفضت إن أنا أتجوز فيه وأقعد فيه، وكان ساعتها لسه جديد شوية، أجي أروح أعيش فيه دلوقتي؟ يا أميرة يا حبيبتي ده وضع مؤقت ولازم تستحمليه معايا، أمال هاعمل إيه يعني وهاجيب فلوس منين؟ ما أنتِ عارفة ظروفي وعارفة إن الإيجارات غالية وأنتِ لسه قايلة كده. بُصّي إحنا هنستحمل مع بعض شوية لحد ما أتصرّف في فلوس وأدوّر على مكان مناسب وهننقل على طول. أنا عارف إن البيت هيبقى غير مؤهل للسكن لا ليكِ ولا لحمادة ابننا، بس هنعمل إيه ما قدامناش حل تاني. يا لهوي يا هاني، إيه المنظر اللي أنا شايفاه ده؟ ده عامل زي الغابة المهجورة، هنعيش هنا إزاي؟ أنا خايفة على الولد أصلا يقع أو يتعور في حاجة من الحاجات دي. أنت لازم تعمل أي حاجة بسرعة وتتصرف عشان تشوف لنا مكان تاني غير ده، لازم ما نطولش هنا ونمشي من هنا بأسرع وقت ممكن. أكيد، أكيد يا حبيبتي. هاحاول بقدر الإمكان إن إحنا ما نطوّلش في المكان ده، هاتصرّف ونخلّي وجودنا هنا ما يتخطّاش اليومين بس لحد ما نلاقي سكن جديد. أقول لكم إيه يا أصدقائي، لو عايزين تعرفوا إيه موضوع الكنز الملعون ده كملوا قصتنا للآخر، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك عشان نكبر بيكم وبدعمكم لو بتعجبكم قصصنا. باقول لِك يا حبيبتي معلش سامحيني، لو ينفع أستأذنِك أريّح ساعة بس، أنتِ عارفة إن أنا كنت صاحية بدري عشان الشغل، واليوم كان طويل ومُرهق بسبب النقل والعزال، ولسه هاصحى بكرة كمان بدري عشان عندي شغل تاني، فلو كده هانام بس ساعة، على ما تكوني فضّيتِ الشنط دي وضبّطتِ مكان كده نقعد فيه وابقي صحّيني. إيه ده؟ الولد راح فين؟ أنت لحقت تنام؟ حمادة، حمادة رُحت فين يا حمادة؟ يا لهوي أنا كنت خايفة أصلًا من البيت ده، أنا مش عارفة لحق يختفي من قدام عيني إزاي، أنا يا دوب كنت بادخّل الشنط عشان أحط الهدوم، يا هاني قوم الحق مش لاقية حمادة، أنا كنت مراوغة وخايفة من البيت ده، حمادة اختفى من البيت قوم. إيه يا أميرة إيه؟ في إيه؟ ماله حمادة؟ إيه اللي جرى؟ إيه اللي حصل؟ اتكلّمي خضّتيني. مش لاقية حمادة يا هاني دورت عليه في كل البيت زي ما يكون فص ملح ودايب اختفى، يا دوب بس دخلت جوه احط الشنط وادور على مكان ارتب فيه الحاجة بتاعتنا، بصيت ورايا ملقتهوش وعمالة ادور عليه في البيت مش لاقياه. إيه الكلام ده؟ حمادة، يا حمادة أنت رُحت فين؟ إيه ده الحقي في باب سري في الأرض مفتوح، أكيد الولد تحت، تعالي بُصّي الحقي تعالي شوفي. تعالي يا أميرة تعالي حمادة تحت أهو، الحمد لله إن هو بخير. إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ أنتِ شايفة معايا؟ ايه ده؟ ايه كل الفلوس الكتيرة دي؟ حمادة انت دخلت هنا ازاي؟ انت قلقتنا عليك، ايه المكان الغريب ده؟ اتكلم يا حمادة ايه اللي حصل؟ مش مهم يا أميرة كل اللي أنتِ بتقوليه ده، المهم إن إحنا الحمد لله لقينا الولد وهو بخير. الأهم دلوقتي اللي قدامنا ده، الفلوس الكتيرة دي. أنا مش عارف أنا مش مصدق عينيّا. أنا يا ماما قُلت ألعب بالكورة على ما أنتِ تخلّصي اللي وراكِ وبابا يصحى، رجلي خبطت في الباب الخشب، بصيت لقيته بيتفتح لوحده، جيت أرجع بضهري بالكورة قامت الكورة واقعة تحت، نزلت عشان أجيبها، بس يا ماما ما تتخضيش أنا كويس أنا بخير يا ماما. يا حبيبي يا حمادة، أحلى لعب كورة ده والّا إيه؟ لا، 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 لأ، أنا مش قادر أصدّق، إيه الفلوس دي كلّها؟ مين اللي حَط الفلوس دي هنا؟ الفلوس دي بتاعة مين؟ بس الفلوس دي في بيت أبويا، يعني بتاعتي، يعني أنا اللي أملكها، أكيد بابا اللي كان حاططها هنا، كان عايز يقول لي عليها، بس لمّا تعب واتوفّى في السفر، أكيد ما لحقش يبلّغني بيها.
استنى عندك يا هاني، اوعى تلمس جنيه واحد من الفلوس دي. انا لقيت ورقة فوق صناديق الفلوس دي بتقول ان الكنز ده كنز فيه لعنة، لو خدت منه لو جنيه واحد بس هتصيبك اللعنة بتاعته. لازم يتصرف لآخر جنيه في أعمال الخير بس والصدقات، ما تاخدش منه حاجة خالص. ولو عملت كده ونفذت اللي موجود في الورق هترجع تلاقي مكافأة كبيرة مكان الكنز ده. لكن لو طمعت فيه وخدته أو خدت منه جنيه واحد بس هتصيبك اللعنة. لا، لا، لأ، أنا خايفة من المكان ده وخايفة من الفلوس دي، أنا مش هامد إيدي عليها. ياه! الكنز ده جالنا في وقته، أخيرًا هاخد الفلوس واشتري البيت اللي كان نفسنا فيه، البيت التمليك، وبالشكل ده مشكلتنا هتبقى اتحلت. أنت اتجننت! إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ولا كأني قريت لك حاجة ولا قُلت لك حاجة، فلوس إيه اللي أنت عايز تاخدها وتروح تشتري بيها بيت؟ أنا قُلت لك إن الفلوس دي ملعونة، أنا عن نفسي خايفة على نفسي وعلى ابني، لو أنت مش خايف على نفسك أنت حُر بقى بس بعيد عننا. ده أنا أبقى مجنون رسمي لو ضيعت فرصة زي دي، الكنز ده كله يبقى تحت إيدي وكل الفلوس دي وأضيعها كده، يعني أنا أصرفها إزاي لآخر جنيه في أعمال الخير والصدقات؟ فرضنا خلصتها ورجعت ما لقيتش حاجة، يبقى خلاص كده اتضحك عليا؟ لا بصي، إحنا هنقسم الفلوس دي، خدي انت النص وأنا راضي يا ستي بالنص، وبراحتك بقى عايزة تفرقيه عايزة توزعيه، وسيبيني أنا بقى بالنص بتاعي أعمل اللي أنا عايزه، أنا حر فيه. برضه ما فيش فايدة فيك يا هاني، الورقة دي ما كانتش جايبة اللعنة دي عبارة عن إيه، والّا ممكن ترجع منها إزاي؟ يعني لو حصل لك أي حاجة أنت مش هتعرف تساعد نفسك ولا حتى أنا أساعدك، خليك فاكر إن أنا حذرتك وأنت ما سمعتش كلامي عشان هتندم كتير أوي. عندنا فلوس كتير، عندنا فلوس كتير أوي فاكر يا ستي فاكر ومش عايز منِّك حاجة، سيبيني بس أنبسط بالفلوس الكتيرة دي دلوقتي، بقيت غني وبقى عندي فلوس كتير، كتير أوي. أيوه بقى، الله على إحساس الأغنيا ده حلو أوي، بقى عندي بيت كبير وعندي عربية وبقيت بالبس بِدَل وبقيت غني، بقيت غني وعندي فلوس كتير، الله على الإحساس الحلو ده، الله يا واد يا هاني، الله كانت بتقول لي الهندب، إيه ده، إيه ده، إيه اللي جرى لي ده؟ مش قادر، جسمي واجعني، إيه اللي بيحصل لي، أنا باصغر ليه؟ إيه ده أنا بقيت صغنن أوي كده ليه؟ حد يلحقني، دماغي، دماغي وجسمي، حد يلحقني، أنا اتحولت كده إزاي؟ ممكن تتفضلي الفلوس دي كمساعدة بسيطة، ولو محتاجة أي حاجة تانية قولي لي عليها. ألف سلامة على حضرتك، ممكن تقبل مني الهدية البسيطة دي؟ ممكن المبلغ ده كمان مساهمة بسيطة في العلاج؟ حبيبي الصغنن ألف سلامة عليك، ما تكشرش هتخف وتبقى كويس إن شاء الله. ممكن تاخد اللعبة الجميلة دي تلعب بيها، وفلوس العلاج يا حبيبي ما تقلقش دفعتها للمستشفى كاملة. ممكن تتفضلي دي حاجة بسيطة ولو محتاجة أي حاجة تقوليلي عليها. ياه، أخيرا خلصت الفلوس كلها وصرفتها الحمد لله كلها في أعمال الخير، مش باقي غير المبلغ ده هروح بقى أتبرع بيه في مركز الأيتام، وأبقى كده أديت المهمة كلها الحمد لله بنجاح. ده أنا اتأخرت أوي على حمادة، سايباه عند الجيران بقى لي كتير أوي، خلاص بقى المهمة خلصت أروح بقى عشان أجيبه، وبالمرة أنزل بقى أشوف المكان بقى فيه إيه. كانوا كاتبين في الورقة إن بعد ما أخلص الفلوس المفروض هالاقي مكافأة ليا، مع إن المكافأة الحقيقية حسيتها وأنا باراضي كل محتاج وكل فقير، كل مريض مش لاقي حق العلاج وحتى الإطعام كمان والأيتام. الله كان إحساس حلو أوي، هي دي فعلًا المكافأة الحقيقية. إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفاه ده؟ الكنز رجع تاني ورجع أضعاف أضعاف الأول، أكتر مكان موجود. إيه ده؟ معقولة تكون دي المكافأة؟ الفلوس اتضاعفت ليا كمكافأة. لا لا لا، أنا لازم أدور لا يكون في ورقة تانية بتقول إن الكنز ده مش بتاعي، ولا يكون هو ده كمان فيه لعنة ولا حاجة. أنا
أنا لفيت ورُحت وجيت حوالين الفلوس والكنز الموجود ده أكتر من مرّة وما فيش أي ورق ظهر، يبقى الكنز ده بتاعي والفلوس دي كلّها بتاعتي، أيوه، يبقى دي المكافأة اللي كانوا قايلين عليها. ياه! أحمدك يا رب، فعلًا اللي يصرف جنيه واحد في الخير بيرجع له أضعاف، أضعاف الخير. ياه! بقيت غنية وعندي فلوس كتير.